السلام عليكم. دايما لما بيتم ذكر ثلاثية باتمان الخاصة بنولان بيتم مدح أول جزئين منها وإزاي إن هما كانوا عبقريين، بالأخص طبعا الجزء التاني ذا دارك نايت. ولكن لما الكلام بيوصل للجزء التالت ذا دارك نايت رايزز بيتم ذكره بأبشع الصفات، وإن هو مجرد فيلم أكشن رخيص، وإن هو أوحش فيلم موجود في السلسلة ولا يرتقي لمستوى الجزئين اللي قبليه. فأنا الحقيقة جاي النهاردة عشان أدافع عن الفيلم ده واقول ان هو واحد من افضل افلام باتمان اللي انا شفتها، وده هيكون من خلال ان انا هستعرض معاكم بعض الجوانب اللي كانت في الفيلم اللي كانت مميزة جدا واللي بتخلي الفيلم ده مميز جدا. خلونا الاول نقول قصة الفيلم اللي بتدور احداثها بعد مرور 8 سنين من احداث ذا دارك نايت اللي اختفى فيهم باتمان تماما عن الساحة بعد تحمله لذنب مقتل هارفي دان، ظنا منه ان خلاص الاوضاع بقت هادية والجريمة بقت ضعيفة في المدينة. لكن ال8 سنين دول كانوا بيشهدوا ولادة طاغية جديد، بين اللي جاي للمدينة بهدف واحد بس وهو تدميرها. وده اللي هيخلي باتمان يرجع مرة تانية، ولكن هو المرة دي بيواجه عدو اقوى واخطر من اي عدو واجهه قبل كده. وبما اننا جبنا سيرة العدو فخلوني اكلمكم عن واحدة من اهم نقاط القوة اللي موجودة في الفيلم، وهي الشخصية الشريرة اللي موجودة معانا بين هنا اتظلم زيه زي حاجات كتير اتظلمت في الفيلم ده بسبب مثالية الجزء التاني اللي خلى ناس كتير تبقى مستنية ان الجزء التالت ده هيبقى افضل، فلما دخلوا ولقوا حاجة مستواها اقل من ذا دارك نايت فبالتالي كرهوا الفيلم ده وحسوا ان هو مجرد فيلم ضعيف. ولكن الحقيقة ان مش الفيلم اللي ضعيف، الحقيقة ان فيلم ذا دارك نايت هو اللي فيلم شبه متكامل تقريبا، هو افضل فيلم سوبر هيرو اتعمل، فصعب ان حد يوصل للمستوى بتاعه. المهم نرجع لبين اللي تقديمه في القصة كان حلو جدا. بين هو قائد لجيش من المرتزقة، لكن المرتزقة دي عندها ولاء غير طبيعي لبين، وده بيبان معانا من اول مشهد موجود في الفيلم لما بيبقى فيه الطيارة دي خلاص هتقع، ولكن هو بيؤمر احد الجنود التابعين ليه بان هو يستنى في الطيارة دي. الجندي اللي بياخد الامر وبينفذه بكل صدر رحب ومش بيعترض على الاطلاق، وده يبين لك قد ايه هو مسيطر على الجنود وقد ايه الجنود بتوعه مؤمنين بالقضية اللي هو بيحارب عشانها. والحاجة الاهم بقى في بين هو مدى قوته الجسدية اللي هتكون عائق كبير جدا على باتمان، لان بين قادر ان هو يغلب باتمان في قتال عادل بدون اي ألاعيب وزي ما شفنا في احداث الفيلم. فالشرير اللي موجود معانا في الفيلم هو شخص قوي جدا على المستوى الجسدي، وكمان عنده خطة ومعاه جيش، فده حاجة تخليه ممكن يكون من اخطر الفيلنز اللي احنا شفناهم اللي باتمان بيواجههم. نيجي بقى لنقطة هي بالنسبة لي هي نقطة قوة الفيلم، وهي افضل حاجة الفيلم قدمها. دايما اول انطباع عن باتمان هو انه شخص غني جدا معاه فلوس، من الفلوس دي بتساعده ان هو يكون عنده افضل ادوات تقدر تخليه باتمان. وده الشيء اللي زاك سنايدر بروزه في جاستس ليج لما كان فلاش بيسأله ايه قوتك فقال له ام ريتش، انا غني. قوة باتمان بقت ان هو غني. What are your superpowers again? I'm rich. فقوة باتمان دايما هي محصورة في الغنى والفلوس اللي موجودة معاه. اذا بقى الكلام ده معناه ان احنا لو جينا خدنا الفلوس والادوات اللي موجودة مع باتمان فهو خلاص كده المحتوى خلص، هيرجع انسان طبيعي تاني عادي ومش هيقدر يعمل حاجة. وده بقى اللي الفيلم بيثبت عكسه تماما. باتمان بعد معركة طاحنة مع بين نتج عنها ان هو ظهره اتكسر، حرفيا بقى ظهره اتكسر، بيترمي في سجن عبارة عن حفرة موجودة في الارض، لدرجة ان بين ما بيهتمش ان هو يقتله علشان الاصابة اللي موجودة عنده دي صعب اصلا ان هو يرجع يقف على رجله مرة تانية. الا ان باتمان بيقدر ان هو يعمل المستحيل اللي مفيش انسان طبيعي هيقدر يعمل الكلام ده، بيقدر ان هو يتعالج ويقف على رجليه مرة تانية بدون ادواته، بدون المعدات بتاعته، بدون فلوسه، وبدون حتى تقنية نظيفة للعلاج. باتمان بيتغلب على كل ده وبيقدر ان هو يقف مرة تانية على رجله، ومش بس كده كمان بيقدر ان هو يهرب من السجن اللي مفيش حد قدر ان هو يهرب منه غير شخص واحد قبل كده. فاذا باتمان مش شخص خارق علشان هو معاه فلوس وادوات، لا، باتمان بطل خارق علشان بالرغم من ان هو انسان طبيعي ولكن قادر ان هو يتغلب على اي عقبة بيواجهها مهما كانت، وقادر يحمي مدينته من اي شرير مهما كانت قوته. نروح بقى للنقطة اللي بعد كده واللي العديد من الناس بيقول ان هي حاجة سلبية موجودة في الفيلم معنا، وهي شخصية روبن اللي موجودة، او كما كان يقال عليه في الفيلم بليك وبروس وين هما شخصين مروا بنفس الظروف، ولكن الفرق ان بروس وين كان شخص فاحش الثراء في حين ان بليك كان انسان طبيعي جدا معدم زي باقي شعب جوثام. لكن الاتنين فقدوا اهلهم وهم صغيرين جدا في السن، والاتنين الانتقام تمكن منهم، والاتنين كانوا عايزين ان هم يحققوا العدالة.
بروس وين عشان يحقق العدالة فبقى باتمان، أما بليك عشان يحقق العدالة فأخد الطريق المعتاد بتاع السكة دي، هو إنه يبقى أحد عناصر الشرطة عشان يقدر إن هو يمسك المجرمين ويقدمهم للعدالة وياخد حقه بالقانون العادي. ولكن اللي بيكتشفوا بعد كده إن في ناس مش هيقدر يحقق معاها العدالة بالطريقة دي، مش هيقدر إن هو يقبض عليهم، وده الأمر اللي بيحوله من أحد عناصر الشرطة لروبن. تقديم كان رائع جدا لشخصية جانبية موجودة معانا في القصة، ولكن للأسف هو يعني لم يستغل، كان ممكن ان هو يتم استغلاله في اي مشروع تاني خارج من عالم باتمان، ولكن طبعا ده ما حصل. لا يوجد باتمان بدون ألفريد. ألفريد هو الأب والأم بالنسبة لباتمان، علاقتهم فريدة جدا من نوعها، ولكن العلاقة دي في الفيلم هنا بتمر بعدة منعطفات وحاجات جديدة بنشوفها لأول مرة بتحصل بين باتمان وألفريد. منعطفات كتيرة بتحصل بينتج عنها جانب درامي رائع. من البداية وألفريد كان عايز باتمان يفضل مختفي، لأن هو شايف إن مفيش فرصة قدامه لمواجهة بين، وشايف إن هو خلاص باتمان عمل اللي عليه، المدينة خلاص مش محتاجاه، هو عمل كل اللي عليه، ويعني حان الوقت ان هو يبص لنفسه ويعيش اللي باقي من حياته في سلام. ده اللي باتمان شايف عكسه، شايف لا ان المدينة دي تستحق الانقاذ، المدينة دي تستحق محاولة كمان، زي ما كانت ريتشل حبيبة بروس وين تستحق ان الانقاذ عشان تكمل حياتها معاه. وده طبعا الامر اللي بيخلي ألفريد يطلع السر اللي كان مخبيه، وهي ان ريتشل في الاخر اختارت هارفي دنت على بروس وين، السر اللي بيكون كفيل بان العلاقة بين ألفريد وباتمان، العلاقة الفريدة من نوعها دي، تنتهي. حتى في النهاية ألفريد لما بيشوف بروس وين وبيعرف ان هو لسه ما زال عايش ما ماتش، فهو مش بيروح له، حتى هو خلاص هو كده اطمن ان بروس وين نفذ الحلم بتاعه وبدأ يعيش حياته هو بعيدا عن كونه باتمان. جانب درامي رائع جدا ساهم فيه الحوارات الحلوة اللي كانت مكتوبة بشكل كويس قوي في الفيلم، وفي مشهد في النهاية يعني جميل جدا، انا بحب طريقة الكتابة بتاعت المشهد ده قوي، وبحب البروزة اللي هو اتبروزها. المشهد اللي في الاخر جوردن بيقول لباتمان انت مين؟ طيب انا عمري ما اهتميت اعرف انت مين، ولكن المدينة تستحق ان تعرف مين البطل اللي انقذها. ولكن باتمان بيقول له مش مشكلة، البطل ممكن يعمل حاجة بسيطة جدا، زي انه ممكن يطمن طفل صغير ان العالم لسه ما انتهاش. ودي الحاجة اللي جوردن عملها مع بروس وين لما كان صغير يوم مقتل اهله. دي حاجة تبين لك يعني مدى تأثير جوردن على بروس وين من وهو طفل صغير، فدي حاجة تبين لك مدى عمق الجانب الحواري في الفيلم. احد الاتهامات اللي انا شفتها ان في حد كان بيتريق على مشهد لما باتمان وقف قدام بين في المعركة الاخيرة خالص، فبين بيقول له اللي هو you came back to die with your city، فبيقول له no I came back to stop you. Or you came back to die with your city. I came back to stop you. فيقول ايه الجانب الحواري الطفولي ده، ومين اللي كاتب الحوارات دي، عيل في تانية ابتدائي ولا ايه؟ فيعني اللي هو انت يعني ايه اللي مضايقك يا معلم؟ واحد بيقول له انت جيت عشان تموت مع المدينة بتاعتك، فيقول له لا انا جيت علشان اوقفك عند حدك. ايه الطفولي في الموضوع؟ طبعا على مستوى الاداء التمثيلي فالفيلم فيه كتيبة من النجوم موجودين فيه، الناس دي عملت اداء تمثيلي حلو جدا. لو في مشاكل في الاداء التمثيلي فمش هتكون في الاداء التمثيلي ذات نفسه، ممكن تكون في توظيف الممثلين اللي كان موجود. ولكن شخصيتين الحقيقه قدروا ان هم يخطفوني بادائهم التمثيلي، هم السير مايكل كين طبعا بالاداء التمثيلي الرهيب اللي عمله، وكمان توم هاردي في دور بين اللي عمل دور رائع جدا، ولكن هو اتظلم قوي بسبب ان في يعني دور اروع كان موجود في الجزء اللي قبليه. بين هنا وتوم هاردي اتظلموا جدا بسبب الجوكر وهيث ليدجر. هيث ليدجر طبعا عمل اداء اسطوري، فخلاص صعب المهم على اي حد جه بعديه. فلما جه توم هاردي عمل بين، الناس كلها سابته وكملت مع هيث ليدجر، فده مش معناه ان توم هاردي عمل اداء وحش، هو مش افضل من هيث ليدجر، ولكن عمل اداء تمثيلي حلو جدا، اداء تمثيلي رائع لشخصيه المفروض ان هي جديده علينا نوعا ما. المره اللي شفناها قبل كده كانت مره يعني مش عايزين نفتكرها. اما بالنسبه للاخراج فنولان معروف دايما على ان هو لما تيجي تتفرج على حاجه هتلاقي فيه صورة بصرية نظيفة، وهتلاقي فيه مشاهد حقيقية، بسبب ان هو ما بيحبش يستخدم السي جي اي الا في اضيق الحدود جدا. فاي مشهد بيتعمل بيبان قد ايه هو حقيقي، وقد ايه ان في شغل معمول عشان يظهر بالصورة دي. ونولان هنا في البداية كان عايز ان هو ياخد شوية مشاهد من الجزء الثاني على المشاهد اللي ما تصورتش او ما اتذاعتش لينا لهيث ليدجر، ويحطها في مشهد او مشهدين، ولكن هو لاحظ ان ده ممكن يكون فيه عدم احترام لهيث ليدجر، فلغى الفكره تماما. بالنسبه للاخراج فهو بالنسبه لي كان حلو جدا، لازم تبقى فيه حاجه انت فاهمها كده،
نولان في اول جزئين كان بيتكلم عن فكرة اليأس والخوف، اما هنا فهو بيتكلم عن الفوضى، وده الشيء اللي هو قدر ينفذه بطريقة حلوة جدا، قدر ان هو يورينا الفوضى في مدينة جاثام عاملة ازاي. كمان المزيكا اللي كانت موجودة كانت حلوة جدا، في مشاهد ياما اتبروزت بشكل كويس قوي زي ما اتكلمت من شويه. وبرضو احد الاتهامات اللي واجهها نولان بالنسبه للاخراج، فان في مشهد موجود زي ما انتم شايفين كده ان بين يعني اللي هو ضرب الجدار، باتمان مش موجود فقام ضرب الجدار تاني، ففي واحد كان واخد اللقطه دي وبيقول هو ايه يا جدعان انتوا كنتوا غاصبين نولان ان هو يخرج الموضوع ده، والناس بترد عليه تقول ده هو كان متفق على جزئين بس، فلما التالت ده عملوا اي حاجه وايه، وفي كلام ياما اتقال. طب يا معلم انت دلوقتي شفت المشهد ده، ليه محبتش ترجع للمشهد اللي قبليه على طول، اللي بنشوف ان باتمان ضرب القناع بتاع بين فالقناع اتفك، فطبعا القناع ده معروف ان هو اللي بيحكم بين، من غيره هو بيحس بألم رهيب، فحرفيا هو من بعد ما من بعد ما القناع ده بيبوظ فهو بيبدأ ان هو يلوش في الضرب، يعني ما بيبقاش شايف كويس وبيبقى الوجع مأثر عليه. دي حاجة انت لو شفتها في المشهد اللي قبليه على طول هتفهم طبيعة المشهد ده، بدل ما تجيب المشهد ده لوحده وتقول لا الاخراج وحش، لا بص يا معلم على المشهد اللي قبليه هتفهم الدنيا كانت ماشيه ازاي. طبعا هو مفيش مشكله ان انت تبقى مش حابب الفيلم، ولكن ما تجيبش حاجات هي مش مبرره وتبدا تتكلم بناء عنها ان الفيلم وحش. لا عادي جدا الفيلم يبقى وحش بالنسبه لك حتى بعد كل الكلام اللي انا قلته ده، عادي ممكن الكلام ده مفرقش معاك في حاجه وتبقى انت شايف ان الفيلم ما زال وحش وما زال ان هو لا يستحق الوجود في الثلاثيه بتاعه باتمان دي، يعني عادي انا ما عنديش مشكله، ولكن اللي يكون لاسباب يعني تكون حقيقيه شويه، مش لاسباب زي دي. طبعا هو مفيش فيلم من غير سلبيات، ولكن انا النهارده مش جاي اتكلم عن سلبيات، انا جاي ادافع عن فيلم واتكلم عن الجوانب الكويسه الجديده اللي قدر ان هو يقدمها لنا ويضيفها لقصه باتمان، ويكون جزء ختامي يليق بالثلاثيه دي. النهارده انا كان عندي وجهه نظر اتمنى ان انا اكون وصلتها، وهي ان الفيلم حلو. طب هل هو احلى من ذا دارك نايت؟ بالتاكيد لا، ذا دارك نايت وصل لمرحله بقول صعب جدا ان اي حد يوصل لها تاني، ولو حد وصل لها في يوم من الايام هيكون باتمان برضو على فكره. فهو مش احلى من ذا دارك نايت، ولكن ده ما يمنعش ان هو فيلم حلو جدا، فيلم يستحق المشاهده، فيلم لا يستحق كل الانتقادات الرهيبه اللي هو بيواجهها. وبس كده اعزائي المشاهدين نكون خلصنا فيديو النهارده. فيديو النهارده ده بالنسبه لي ممكن يكون واحد من اقوى الفيديوهات اللي انا عملتها في تاريخ القناه هنا، فاتمنى ان هو ينال اعجابكم، ويا ريت تدعموني وتعملوا لايك وشير، وتتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه ومفعلين الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.